امتى اقول ان العمليه نجحت؟ او ايه الدلالات ان العمليه دي نجحت؟ هاخد من كلام حضرتك هنا على حاجه احنا عملناها عندنا او مفهوم بنعمله عندنا في المركز. المفهوم اللي هو بيقول لك البيشنت كير. احنا عندنا حاجه اسمها البيشنت كير مش البيشنت سيرفيس. انا مش بعمل للعيان بتاعي عمليه وبمشي، لا انا بهتم بادق تفاصيل العيان عشان اوصل للسؤال بتاعه ده اقدر اجاوبه عليه. انا عايز العمليه تنجح. يعني ايه العمليه تنجح؟ يعني افقد الوزن زي بتاعي، حياتي تتغير، سيكولوجيتي ناحيه الاكل تتغير، ابدا احس ان انا بني ادم جديد. لما بسمع من العيان بتاعي انا بقيت بني ادم جديد، ده انا بقول له انت كده العمليه نجحت. هو ده معياري في العمليه. هوصل للقصه دي ازاي؟ بمفهوم البيشنت كير. انا باخد بالي من العيان بادق تفاصيله، بتابعه في حياته اليوميه، نظام اكله، معايا استشاري تغذيه بيتابعه، معايا دكتور باطني بيتابعه لو كان هو مريض عنده امراض تانية عشان نبدا نعمل جراديوال ويزدرو ونقلل العلاجات دي كلها. المفهوم دوت والمتابعه الحثيثه ديت بادق تفاصيل العيان بتوصلنا للنجاح. نجاح نزول للوزن في صحه جيده. فانا ابدا احصل، يبقى انا كده كسبت كل فوائد جراحات السمنه. وزني نزل، صحتي ما اتاثرتش، شكلي اتغير، غيرت السلوك بتاعي، ودي النقطه اللي هتخليني احافظ على الوزن دوت لمدى طويل جدا، يمكن عمري كله. لو عملت الاربع حاجات دول يبقى انا قدرت اقول ان العمليه بتاعتي نجحت. تكميم المعده هي الحصان الرابح في عمليه السمنه؟ طبعا طبعا. احنا عندنا احصائيه جميله جدا لسه قاريها من يومين في الامريكان سوسايتي اوف بارياتريك سيرجري ان عمليات التكميم في الولايات المتحده الامريكيه 158 الف حاله في السنه. ده الكلام ده 2021. الاحصائيه احنا كنا بادئين في 2011 ب 25 28 الف حاله. وصلنا كده. ده معناه الكلام ايه؟ الارقام دايما يعني هي اللي ريبريزنتيف للوضع، يعني الارقام هي اللي بتمثل الوضع الراهن. من اكتر العمليات شيوعا، من اكتر العمليات اللي بتتعمل في اخر 10 15 سنه، عشان هي فعلا عمليه ناجحه. عمليه ينفع يعملها الصغير السن من اول 12 13 سنه، يعملها الكبير ال 60 وال 65 سنه. عمليه بتساعد في انقاص كبير للوزن. لو كانت مرحله اولانيه في اوزان المفرطه جدا ال 200 وال 250 كيلو تعمل معاهم نتائج. الاوزان القليله اللي مش عارفه تخس اللي هي عندها 25 او 30 كيلو زياده، عمليه ناجحه جدا. من اكتر العمليات شيوعا، عمليه سحر زي ما بنقول، بتخلي العيان يوصل للوزن المثالي بتاعه في صحه جيده.